في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن الظل وازاي تخلي الظل واقعي في كل التصميمات من غير اخطاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. قبل ما نشرح ازاي نعمل ظل، خلونا نفهم الاول الظل ده بيبقى ناتج عن ايه، وايه هي الاتجاهات اللي ممكن الظل يمشي فيها علشان اقدر اعملها بشكل واقعي جوه التصميم بتاعي. خلونا نجرب على اول صورة موجودة عندي. انا هنا مصدر الاضاءة جاي عن طريق اليمين، انا الضوء بتاعي كله موجه من الجنب ده كده، وهنا طبعا الظل هو نتيجة للضوء، فالظل عندي بقى في ناحية ايه؟ الشمال زي ما احنا شايفين كده، ده كله اجزاء الظل. ناخد بالنا من تفصيلة هنا مهمة، لو احنا بنشتغل على عمل ظل العربية، فعلشان نلتمس الواقعية ما ينفعش ان انت تيجي تضلم الاجزاء دي. في كتير من المصممين بيروح مضلم الاجزاء اللي موجودة دي كلها كده. في اجزاء لازم طبعا تبقى معاك ليها تفصيلة، زي مثلا الدخلة بتاعت العربية دي كده، او زي الظل التقيل، الحتة اللي طالعة من تحت الكاوتش دي، او حتى حتة النور اللي موجودة جوه. فعلشان تبدأ تطبق ده في التصميم بتاعك لازم يكون ليك ريفرنس بتشتغل منه. ريفرنس يعني صورة مرجعية انت بترجع لها، بتبص عليها وتشوف انت هتقدر تعمل ايه في الصورة بتاعتك. فالريفرنس بتاعي مثلا النور بتاعه جاي كده، فالظل بتاعه جاي كده. طبعا اغمق نقطة بتبقى في الظل هي النقطة اللي بتبقى تحت العربية دي، علشان الكتلة بتبقى موجهة عندها. وطبعا الاجزاء اللي هي بتبقى ملامسة للارض دي بتبقى ايه؟ بتبقى اغمق المناطق اللي موجودة عندي، زي ما احنا شايفين في الصورة دي كده. ادي المنطقة الغامقة اهي، وادي المنطقة الغامقة اللي موجودة هنا، وادي المنطقة الغامقة التانية الموجودة بالشكل ده. يبقى اهي ادي الغامق بتاعي اهو، هي المنطقة دي، وكمان بعد كده المنطقة التانية. طيب ناخد بالنا من حاجة هنا تانية واحنا بنشتغل على الظل، ان لو انا مصدر الضوء عندي موجود بالشكل ده زي ما اتفقت، فعندي مصدر الاضاءة قوي، فما ينفعش يبقى الظل ليه فيدد قوي. لا، هو شايفين الظل اللي موجود عندي هو شارب ازاي؟ هو طبعا في فيد بسيط قوي، بس هو شارب يعني حد، تمام، مش سايح او داخل في بعضه. ده اول ريفرنس موجود عندي. تعال نشوف مثلا مصدر الاضاءة جاي منين علشان نشوف الظل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. مصدر الاضاءة عندي جاي من الجزء ده كده، الشمس جاية عندي من الجزء ده، فمتسلطة على الجزء الجانب اليمين بتاع الشخص، فبالتالي هو عشان واقف بالجنب او ماشي بالجنب، فالجزء ده كله غامق عندي في الصورة. شايفين هنا في لسعة اضاءة، لكن الاجزاء اللي ورا دي كلها غامقة. بعد كده اداني ايه؟ ظل بالطريقه دي، عشان هو مصدر الاضاءه جاي من هنا، فبالتالي لازم الظل يكون جاي من هنا. يعني محدش طبعا ايه، لو عندي الاضاءه جايه من الناحيه دي فالظل لازم يرمي ايه؟ الناحيه دي. طبعا الظل عكس الاضاءه، وده نتيجه لده زي ما هشرح لك في مثال جاي. فهو هنا استخدم الاضاءه بالشكل الحاد اللي احنا شايفينه ده، وطبعا كانت اغمق نقطه اللي هي ايه؟ الملامسه للارض زي ما اتفقنا. يبقى دي اغمق نقطه موجوده عندي، وبعد كده بدأ ان هو ايه؟ يظبط التفصيلة بتاعته، علشان طبعا الضوء جاي من بعيد، فالظل بتاعه بيبقى ظل الشخص بتاعه طويل مش قصير طبعا. لكن لو الإضاءة عندي كانت سبوت قريب من هنا، فهتلاقي ان ظل الشخص ضيق او قريب من هنا شوية. طيب بالنسبة برضو للعربية دي، هنا مصدر الإضاءة اختلف. في أول عربية هنا مصدر الإضاءة كان قوي جدا وجاي من ناحية اليمين، هنا مصدر الإضاءة جاي من ناحية الشمال، او جاي حتى من يعني عارفين اللي هو ايه؟ مصدر الاضاءه جاي كده، زي ما تحس ان هو واخد زاويه، يعني جاي على العربيه من القدام بالشكل ده كده، بس برضو في زاويه عشان الحته دي عندي مش مضلمه، الحته دي مفتحه عندي، وعندي جزء ليه شادو من قدام كده. طيب ادي مصدر الاضاءه موجود كله على العربيه من فوق، واخد سنه شمال، فبالتالي الجزء اللي عندي ده برضو منور ماشي، والاجزاء اللي هنا هي اللي ضلمه، والجزء اللي ورا الجنط ده هو بتاع الجنط ده هو اللي مضلم. نيجي بعد كده للاجزاء بتاعه العربيه، واخدين بالنا ان هنا الشادو بتاعنا شارب قوي،
وان تحت العربية بيبقى غامق جدا زي ما احنا شايفين كده، وان الاجزاء اللي جنبها بتبقى متظلله بس بتبقى واخده طبعا التكستشر بتاع ايه، بتاع الاسفلت بتاعي، فبتبقى فاتحه شويه. وفي تفصيله طبعا ايه الظل بتاعي رمى المرايه بتاعتي بالطريقه دي كده. عندي صوره كمان للشخص ده، هو مصدر الاضاءه جاي من الناحيه دي، فبالتالي الاجزاء اللي موجوده عندي هنا بقت ايه، بقت ظل. ماشي، احنا هنا بنتعلم الظل، والجزء ده كمان بقى ظل، والكوتشي بتاعه من هنا بقى ظل. شايفين هو ما امتدش الظل بتاعه يعني بالطريقه دي كده، لان الاضاءه بتاعتي خابطه كلها فين الجزء ده، والاضاءه كمان مصدر الاضاءه قريب، علشان كده حته الظل دي بسيطه مش كبيره. هنا بقى مصدر الاضاءه بعد، يعني مصدر الاضاءه طول ما هو بعيد فايه، فعندي الظل بيبقى طويل، لان هو مصدر الاضاءه كده فوق وبعيد قوي، فعشان كده الظل عندي بقى طويل جدا، والشخص عندي بقى طويل بالطريقه دي كظل الشخص هو اللي طويل. ولو خدنا بالنا ان ملامسه الكوتشي للارض زي ما اتفقنا فهي ايه، شايفين عامله ازاي تقيله، وبعد كده بدا ان هو ايه يتقل تحت منها بالطريقه دي كده، وبدا ان هو يرسم الظل بتاع الشخص ده. وبرده ملامسه الكوتشي من المنطقه اللي قدام دي تقيله، وبعد كده بدا ان هو يبقى اخف في الاجزاء دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا بشرح لك ليه على صور حقيقيه زي ما اتفقنا، علشان خاطر لما انت تيجي تطبق في الواقع الموضوع يبقى معاك مظبوط. لازم دايما يبقى معاك ريفرنس قبل ما تشتغل في الظل علشان يبقى الموضوع very perfect. ده برضو نوع من انواع الظل، وده يعني اغلبيه المصممين بيشتغلوه وبنشوفه كتير في تصميمات، ان الظل بيبقى موجود تقيل قوي ناحيه العربيه كده، وطبعا الحته اللي قدام دي باينه، والاجزاء دي بتبقى متفتحه شويه على خفيف. ده نتيجه طبعا ان الاضاءه، مصدر الاضاءه عندي موجود من فوق تمام، ومن الجنب هنا كده، يعني مصدر الاضاءه عندي موجود يعتبر لو احنا بعدنا الصوره شويه موجود في الوش بالشكل ده كده، بس ايه من اعلى تمام، علشان كده مصدر الظل موجود من تحت بالشكل ده. هنا برضو مصدر الاضاءة زي ما هو واضح جاي من ناحية اليمين، علشان كده الناس الظل بتاعهم ايه رامي ناحية الشمال، وطبعا اي حد كان موجه لمصدر الضوء فهو منور من جنب، والجنب التاني ايه مظلم، زي التفصيلة بتاعت النور البسيطة اللي موجودة على الولد ده، وبعد كده التفصيلة بتاعت الظل اللي موجودة بالشكل ده. برضو هنا مثال يوضح لي موضوع الإضاءة، إن الإضاءة عندي آدي مصدر الإضاءة كان موجود هنا أهو دي الإضاءة بتاعتي، فالأجزاء الجزء اللي هو منور للشمس منور قوي عندي، شايفين منور إزاي، يعني شكل النور بتاعه إيه واضح أهو واخد الشكل ده. وبعد كده باقي الوش منور بس إيه مش بحدة النور اللي موجود هنا، وفي نفس الوقت الجزء ده اللي عكسه متظلل، وده اللي يهمنا طبعا في الدرس بتاعنا ان احنا بندرس الشادو فيه. وفي تفصيله هنا نور، وبعد كده الجزء ده مظلم جدا لان هو مش باين من ضمه الولد لنفسه، هو بيسند على الارض. وتفصيله الشادو برضو اللي هي جايه بالشكل ده كده، عشان مصدر الاضاءه طبعا بعيد، فالظل بتاعي طويل بالشكل ده كده، وطبعا شارب مش فيدد قوي، خدوا بالكم. كمان هنا في الصورة دي المصدر الإضاءة بتاعي في السيشن اللي اتعمل ده كان موجه للبرجر من الناحية دي كده، فالأجزاء اللي هنا بس طبعا هو فيه كذا سبوت موجود، فعشان كده الظل عندي مش شديد بالطريقة دي، فلازم عشان تكون ملامسة للأرض الملامس ده بيبقى زي ما تقول كده 100% غامق، لأن هو واقف على طول على الأرض. كمان نفس الكلام في الساندوتش، عشان في ناس لما بتيجي تعمل شادوهات بتعملها خفيفة قوي او بتطير البرجر، لا انت لازم تبقى ملامس للارض زي ما احنا شايفين كده، شايفين ملامسين ازاي، وكمان في فيدد خفيف طالع من قدام، مش بس ان هو ايه يعني تحت بس، لا هو كمان في فيدد طالع من قدام بحاجة بسيطة. خلينا نشوف بالتطبيق العملي اتجاه الاضاءة وانعكاسه على الظل، علشان نشوف ازاي نقدر نعمل الظل في التصميم. طيب انا عندي دلوقتي مصدر الاضاءة جاي منين؟ زي ما احنا شايفين هنا كده مصدر الاضاءة عندي جاي من ناحية اليمين من فوق،
خد بالك من الظل هنا، كل ما انا بقرب من الجسم بتاعي كل ما الظل ايه بيبدأ ان هو ايه يبان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هبعد، طبعا هو على حسب الاضاءة، يعني اللي انا ماسكه ده دلوقتي يعتبر ايه سبوت، الاضاءة بتاعتي هنا سبوت. خلينا متفقين ان دي بوينت، يعني حاجه اضاءه قريبه شويه من السبوت، لكن هي مش اضاءه شمس، لان اضاءه الشمس طبعا بتبقى قويه جدا زي ما شفنا في الصور. طيب خلينا كده نعتبر ان دي مثلا اضاءه عندي موجوده في استوديو، وانا حاطط برودكت وحابب ان انا اظبط اللايتس بتاعته. لو انا جاي من فوق هنا كده من بعيد، شايفين ايه اللي بيحصل؟ الاضاءه عندي منوره بشكل بسيط. عايزكم تركزوا على السكرين بتاعه الشمال، وما تركزوش مع اليمين غير لما اقول لكم عشان تبقوا مركزين في حته الاضاءه. هنشوف من فوق كده هنلاقي فيه سنه اضاءه بسيطه. لو انا جيت قربت ايه اللي بيحصل؟ شايفين نص الكوره اللي موجه للاضاءه كله منور، تمام، بس فيه فيدد شادو، تمام، بيبدا ان هو يظهر اكتر معايا. لو انا جيت قربت اكتر من الكوره، فهتلاقي الجزء ده ايه اكتر حاجه منوره بالشكل ده كده. النور ده بقى هو اللي بيعكس لي ايه حته الظل. شايفين الظل عامل ازاي اهو؟ شكله حاد من ناحيه تحت الكوره، وبيبدا ان هو يخف منين؟ من الظهر بتاعه بالشكل ده كده. لو جبت الاضاءه من فوق هنا من قدام، ايه اللي بيحصل؟ انا عندي مصدر الاضاءه بيتكون ايه تحت الكوره، وبيبقى رامي لورا عشان ده من قدام ومن فوق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى انا عندي كده مصدر الضوء. طبعا احنا مش كتير قوي بنستخدم حته ان الاضاءه جايه من ورا، علشان انا مش ببقى عايز اداري على الشكل بتاعي، الا طبعا لو تصميم فيه فوتو مانيبيوليشن وفيه كذا اوبجكت فممكن استخدم الطريقه دي. بس اغلب الطرق اللي بنستخدمها هي يا مصدر الاضاءه جاي من اليمين، يا مصدر الاضاءه جاي من الشمال، يا مصدر الاضاءه جاي من اقصى من اليمين كده بزاويه، من الشمال بالزاويه، تمام، يا اما من فوق بالشكل ده. يا اما طبعا احنا بيبقى فيه بقى اللي هو فرونت بيبقى قدام قوي، وده طبعا بيبقى الظل بتاعه خفيف. فركز معايا كده، بص الاضاءه شكلها اتغير ازاي. طيب لو بعدت لفوق كده وغيرت الزاويه بتاعتي، شوف انا بلف حوالين الكوره، مصدر ايه الاضاءه اهو، وادي الظل. شوف لما جيت قربت كده ايه اللي بيحصل فيه؟ فيدت بيحصل ناحيه الشمال هنا للظل بتاعي اهو. هي دي لعبة الظل، وهي دي الواقعية. انت لو استخدمت الإضاءة والظل في التصميم بتاعك بطريقة زي ما بيقولوا بروفيشنال، هتطلع تصميم ما فيهوش غلطة خلاص. يعني انت بعد كده التصميم في ايدك مش هيبقى فيه أخطاء. فحاول تتدرب قوي على الظل والنور عشان تطلع الحاجة واقعية، وزي ما اتفقنا تشوف ريفرنس قبل ما تبدأ تشتغل ايه في حته الظل. تعالى بقى نشوف بشكل عملي ازاي اقدر ارسم الظل بتاعي، ونتدرب برضو على الكوره اللي هي اشهر مثال في موضوع الاضاءه والظل. خلينا نشوف بالتطبيق العملي ازاي بقدر اتحكم في الظل، وبرضو يعني نشوف ازاي نقدر نرسمه كده بطريقه سريعه. اول حاجه عندي البرتقانه دي، انا هختار من الادجستمنت لاير هنا حاجه اسمها اكسبوجر، هقلل طبعا كل الاضاءه وهخليها على ايه على الجزء اللي احنا شايفينه ده، ونخليها مثلا بالشكل ده ونشوف الاضاءه. طيب انا مصدر الضوء عندي هعتبره جاي بالشكل ده، يعني هنقول مثلا ادي اللون الاصفر كده عشان يبان قوي ان في لكنها دي اضاءه. ادي مصدر الاضاءه بتاعتي في بوينت هنا كده سبوت، زي ما يكون سبوت نور، يعني السبوت ده رامي على الجزء ده اضاءه، يعني هو جاي بالشكل ده كده. فايه اللي هينور عندي؟ اصبح يعني ادي ده الاضاءه. فنقف تاني على الاكسبوجر ونجيب البراش بتاعتي على الهاردنس كده، ونشوف ايه اللي هينور. اكتر نقطه هتنور عندي هي النقطه الايه المقابله للاضاءه، اللي هي الجزء ده كده. طبعا الجزء اللي تحت ده لازم ينور، لانه هو برضو واخد من الاضاءه بتاعتي. دي اكتر نقط هتبدا تنور معايا، وهتبدا تفيد عشان دوران البرتقانه، وهتبدا الاجزاء اللي موجوده عندي هنا تفيد زي ما احنا شايفين كده. هنكبر اكتر هتبدا تفيد بالشكل ده كده. يبقى عندي برضو ممكن نقلب كده بالماسك ونظلل شويه، نعمل اللايتس بتاعتي تبقى حاده بالشكل ده كده. ممكن الجزء ده يبقى منور برضو معايا،
وبعد كده الاجزاء التانية تبقى هي اللي موجودة ضلمة زي ما شفنا في ال 3D. الجزء بتاع الاضاءة ده بيتعمل ازاي؟ انا كده عملت الجزء بتاع الاضاءة والجزء بتاع الظل اللي موجود هنا. طيب ايه تاني ممكن يتعمل؟ ممكن اغمق اكتر، لان تدريجة الظل مش هتبقى بنفس التدريجة دي، لا، فانا لازم اغمق اكتر. فانا هعمل لاير تانية كوبي منها، وهبدأ ان انا امسح اجزاء من الجزء ده كده لغايه ما اسيب الجزء المظلم اللي عندي ده. شايفين اللي هو مواجه بقى ايه للارض. بعد كده هرسم الجزء اللي موجود على الارض. رسم الجزء اللي موجود على الارض ده ليه كذا طريقه، احنا هناخد اسهلهم. فهنمسك البرش بتاعتنا العاديه خالص وهنبططها بالشكل ده كده، هنخليها على الارض كده، ونزود الهاردنس شويه بتاعها، يعني نخليه على الجزء ده كده ونخليه باللون الاسود، ونيجي من تحت هنا كده نعمل الجزئيه دي كده اهو. طبعا لازم يبقى في حته طالعه برضو، يعني ما ينفعش اجي اعمل الظل كله من هنا، لا، او يبقى من تحت، لا، لازم يبقى في جزئيه طالعه كده الظل. وعشان يبقى خاطر الظل بتاعي طبعا مظبوط بالشكل ده. برضو ممكن اكبر شويه واقلل الفلو واعمل الشكل ده كده علشان مصدر الاضاءه بتاعي، وبعد كده مصدر الظل. يبقى هو هنا رامي الظل على الاجزاء دي ومتدرج لغايه لما اغمق خالص، وبعد كده نزل تحت على النقطه اللي هي اكثر ظلاما اللي هي ملامسه للارض، وبدا ان هو يتدرج في المنطقه دي كده. حتى برضو ممكن اني انا اجيب البرش بتاعتي واقلل شويه لو انا كبرت كده من الاجزاء اللي هي اللي موجوده عندي دي كده. بس طبعا مش بالطريقه دي قوي، يعني ممكن ان انا استخدم البرش راوندد العاديه بالطريقه دي كده اهو. ده ببساطه شرح الجزئيه بتاعه الظل من ايه، من اتجاه الضوء. تعالوا نشوف بعد كده ازاي بقدر اعمل الظل ده على الاوبجكتس اللي هستخدمها في التصميم. هنستخدم ازاي الظل؟ انا مصدر الاضاءه عندي هيبقى فرونت، يعني جاي في وش العلبه على طول. فالظل بتاعي هيبقى من تحت هنا حاجه بسيطه خالص زي ما هنشوف دلوقتي. هجيب الاليبس تول بتاعتي وهبدا ان انا اظبطها بالشكل ده كده، وطبعا اديها اللون الاسود واخليها هنا كده، واعمل فلتر من البلور واختار ايه الموشن بلور علشان يديني احساس بايه ان في ظل في الموضوع. انا هكتفي بكده؟ لا طبعا انا لازم اظبط التفاصيل بتاعتي، ما ينفعش اسيب التصميم بتاعي بالشكل ده كده، لازم ان انا اظبط الاطراف اللي موجوده عندي دي. طيب اظبطها ازاي؟ هعمل ماسك واجيب البراش تول بتاعتي على الراوندد العاديه خالص، واعمل ايه، اشيل الحواف اللي موجوده عندي بالشكل ده كده، وممكن اسيب الجزء اللي قدام، طبعا بكبرها اكتر لو عايز. طيب وبعد كده بقلبها على الاسود وبشوف بالظبط التفصيله ان انا عايز ابينها، يعني انا عايز ابين الاجزاء اللي هي موجوده هنا دي. فبرسم خطوط بسيطه خالص اهي بالشكل ده كده، وممكن ازود الفلو، اقلل قصدي الفلو، واكبر البراش بتاعتي واعمل حاجه بسيطه خالص كده من قدام، بحيث زي ما اتفقنا يبقى في ايه، يبقى في فيدت وتحس ان هي واقفه. طبعا في حته من الجنب عايزه تتظبط، فعلى الاسود كده وببدا ان انا اظبطها بالشكل كده عشان تبقى موجوده فرونت قدامي، ما تحسش انها طايره. طبعا من غير الشادو العلبه يعني مش يعني تحسها مش مظبوطه قوي كده. بدات العلبه انها تتظبط. طيب خلينا نفترض برضو اني الظل بتاعي جاي من ناحيه اليمين، النور بتاعي جاي من ناحيه اليمين، فالظل هيبقى طبعا طبيعي ايه ناحيه الشمال. فهتتعمل ازاي؟ هنجيب العلبه بتاعتي اهي وهنختار الاكسبوجر ادجستمنت لاير ونقلل خالص بالشكل ده كده لغايه ما تبقى اسود، ونشوف الاضاءه بتاعتي نحولها طبعا للون الابيض كده بالالت باك سبيس. نختار البرش ونعمل
على اللون الابيض ونشوف الظل هيبقى عامل ازاي. هنضلم الجزء ده كده بالشكل ده اهو، وهنفتح طبعا الجزء اللي موجود عندي ده اللي هو هيبقى مصدر الضوء، المفروض ان هو جاي في الاتجاه بتاعه. وطبعا هنرمي ظل في الجزء ده، فهنعمله ازاي؟ ممكن برضو نعمله بالإليبس بس طبعا على كبير شوية اهو. نقفل هنا، نختار اللون الاسود، الستروك نقفله ونخليه ورا العلبة بالشكل ده كده. وممكن طبعا ايه نبططه شوية من هنا كده ونقول له فلتر بلور، نختار ايه؟ نعمل موشن، وبعد كده هنعمل جوجن بلور. نعمل موشن بلور الاول علشان يديني الاحساس بالظل ده، وبعد كده نعمل فلتر بلور، نعمل جوجن بلور علشان ايه؟ يديني الفيدد في الاطراف بتاعتي، بس طبعا ما تبقاش قوي اهو بالشكل كده. وطبعا هشيل الاجزاء اللي موجوده دي بايه؟ بالبرش بتاعتي اهو. انا مش عايز طبعا ده كله هيبقى منور. نظبط الجزء ده بالشكل ده كده، يبقى هو ايه؟ مصدر الاضاءه بتاعي جاي هنا، فالظل بتاعي جاي بالطريقه دي كده. وطبعا بيبدا يفيدد، وطبعا لو عايز ان انا اقلل اجيب البرش بتاعتي ومن الفلو هنا ازوده كده، او حتى اقلل الفلو واخليها على اللون الابيض واعمل كده عشان يبدا ان هو ايه؟ ينعم الحواف بتاعتي. لو عايز انعمه اكتر ولو عايز ازوده بعمل ايه؟ برجع على الابيض وبدوس على كليك عشان يبقى بالشكل اللي موجود عندي ده. طيب لو طبعا مصدر الاضاءه جاي هنا فهنعكس الموضوع وهيبقى الموضوع خلاص بالنسبه لي تمام. لكن لو مصدر الاضاءه جاي من فوق فكل الاجزاء دي هتبقى ضلمه ما عدا الحاجات البسيطه اللي هتبقى هنا، والظل هيبقى بالشكل ده، هيبقى تحت العلبه زي ما شفنا ايه في ال 3 دي. تاني تمرين عندي على الظل، انا دلوقتي عندي عربيه عايز اعمل لها ظل ويكون واقعي، ما يبقاش اي كلام يعني، واللي هو لا احنا عايزين نعمل حاجه مظبوطه وتبقى شكلها واقعيه في التصميم. طيب اول حاجه اعملها طبعا هحدد مصدر الاضاءه. طيب انا هقول ان مصدر الاضاءه جاي عندي في الجزء ده، فالجزء ده عندي هيبقى مظلم. فانا هفترض ان هنا في مصدر اضاءه، ادي سبوت ماشي، وفارد على ال الاجزاء اللي موجوده دي كده. طيب فكل حاجه طبعا من هنا هتبدا تنور، وفي درس النور ان شاء الله هشرح لك ازاي. والاجزاء اللي موجوده هنا دي طبعا ده هيبقى نور برضو، الاجزاء دي كلها هتبقى ايه؟ هتبقى ضلمه. تعالى نشوف بقى ازاي نقدر نعمل الظل بتاعها. اول حاجه نقف تحت العربيه كده وهنختار البين تول بتاعتنا ماشي، ونحاول نرسم ظل للعربيه من تحت الاول بالشكل اللي انا هعمله ده. هنقف كده بوينت بوينت بوينت، وبعد كده بوينت بالشكل ده كده، وبوينت بالشكل ده كده، اكننا عملنا مربع بس ايه؟ اضلاعه كده ايه؟ معموله بالطريقه دي. ونعمل لاير جديد والت باك سبيس علشان اعمل اللون الاسود اللي موجود ده. طيب انا كده جهزت الارضيه بتاعته. بص هو كده طاير هنا، بدا ان هو ايه؟ يبان شويه. هعمل فلتر بلور واختار ايه؟ طيب قبل ما اعمل كده هنخليه سمارت اوبجكت الاول علشان لو هغير في حجمه. اوبجكت بلور، جوجن بلور، حاجه بسيطه خالص. وفلتر بلور نختار ايه؟ الموشن بلور، ونحاول نظبط الزاويه بتاعتها. طيب هي لو كده، لو العربيه مثلا جايه بزاويه شويه يعني ممكن ايه؟ نخلي الزاويه بتاعتنا على ميله سنه مثلا على رقم 4 بالطريقه دي كده. وطبعا نظبط الموضوع ده. هنعمل ايه تاني؟ هنبدأ نظبط التفاصيل بتاعتنا. طبعا العربية زي ما اتفقنا في حاجات من الجنب هنا كده محتاجة انها تتظبط، فنعمل ماسك ونجيب البراش تول بتاعتي، نقف على اللون الاسود ده، وفي تفاصيل هنا هنبدأ نشيلها. طبعا الفلو بتاعك ممكن تخليه على 50 عشان ايه؟ يخفف الحدة بتاعت الشغل بالشكل ده كده. ممكن نبعد اكتر كمان ونعمل الشكل ده كده، ونقلل خالص الجزء اللي موجود هنا ده. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنبدأ نرسم الشادو بتاع
الايه الكاوتش، فممكن اعمل لاير جديد واجيب البراش بتاعتي، كليك يمين واضمها بالشكل ده كده بحيث ان هي تبقى متبططه اهو، شايفين شكلها عامل ازاي، واخليها على الهاردنس بتاعها يبقى عالي شويه والفلو يبقى 100%، ونعمل الشكل ده كده. لو كبرناها ممكن نكبر اكتر ونخليها تحت بالشكل ده كده، وممكن نضمها كمان بالطريقه دي كده. بس طبعا محتاجه ان هي ايه، انها تفيدد من فلتر بلور، نعمل ايه جوجن بلور علشان تفيد الاجزاء اللي موجوده بره. وبرضو بعمل لها ماسك، وبالبرش بتاعتي بعمل ايه، بشيل الزياده اللي محتاجه تتشال بالبرش العاديه خالص دي اهو. ممكن اختار منها واحده كمان عشان تبان معايا بالشكل ده. طيب في جزء هنا محتاج ابينه، فارجع تاني اقف هنا واجيب الجزء اللي محتاج ابينه بالشكل ده كده اهو. برش واقف على الماسك ويعمل الشكل ده كده. نكبرها شويه كده عشان تبقى ايه مظبوطه معايا بالطريقه دي. تمام. طيب انا طبعا بقعد اجرب عشان اظبط الموضوع ده، وبعد كده ممكن اخد دول كوبي اللي انا عملتهم هم واخليهم تحت العجله اللي موجوده جوه دي، ونفس الكلام بس هنا محتاجه انها تصغر شويه، فبدوس كنترول تي طبعا وبتحكم في الحجم بتاعي علشان اظبط الجزء ده، ونفس الكلام اللي موجود في المنطقه دي. وبعد كده برضو ممكن اقف على الجزء ده واعمل ايه وازود شويه لو في حاجه محتاجه انها تزيد، واظبط الاجزاء اللي هي بتبقى ضلمه قوي في تحت العربيه بتاعتي. فالى حد ما احنا ظبطنا التفاصيل اللي موجوده هنا دي. فممكن برضو الاجزاء دي الجزء ده امسحه اللي هو اللي طالع من هنا ده بالشكل ده كده. وممكن شكل الاكسدام ده ابدا ان انا انعم الحواف بتاعته بحيث يبقى جاي بكيرف كده، ما يبقاش حاد، يبقى راوندد كده شويه على شكل الاكسدام. تمام. طبعا دي تفاصيل انت كل ما بتظبطها الموضوع معاك بيطلع واقعي اكتر في التصميم. ماشي. طيب انا جهزت الارضيه اللي تحت العربيه. طيب الجزء بقى اللي هو هيبقى مضلم تاني، ما العربيه النور جاي كده، فعايز اظبط الجزء اللي تحت ده. انا عندي حاجه من الاتنين، يا اجيب نفس اللاير ده كده واسحبه بالطريقه دي، وطبعا بس اشيل اعمل ديليت للماسك اللي انا عملته. تمام. فيبقى رامي عندي بالشكل ده كده. وطبعا هكون ان انا قللت خالص منه، ما يبقاش طبعا حاد بالطريقه دي كده. والاطراف بتاعته هتحتاج انها تتنعم خالص، متبقاش حاده بالشكل ده، بس طبعا يبقى باينه، يعني الجزئيه دي تتشال مش عايزينها، وبقيه الاجزاء اللي موجوده هنا دي بالشكل ده كده. وممكن كمان الاطراف اللي موجوده من الناحيه اللي قدامي دي نقلل الفلو بتاعي اظبطها بالشكل ده كده، اقلل الفلو اكتر. طبعا اقلل البراش بتاعتي خالص واظبط الحاجات دي، وبعد كده ممكن اعكس واعمل وابدا اظلل الاجزاء اللي انا مسحتها دي عشان يبقى بالشكل ده. هيبقى عندي العربيه هقف عليها واجيب
adjustment layer exposure واعمل لها clipping mask ويقلل خالص الجزء ده واقف عليها كده وامسح. طبعا طبعا انت هتعملها بدقة عني انا بس علشان ما اطولش الحلقة بتاعتنا، فاحنا بنعمل بنمسح الاجزاء دي بس. طبعا نعلي الفلو خالص عشان النور، طبعا ده كله مواجه للضوء ماشي. والاجزاء دي هتحتاج انها طبعا تنور سنه عشان ده ازاز شفاف ومش هتبقى مظلمه قوي كده، فممكن انها الفيل بتاعي يبدا يقل شويه. وممكن كمان لو انا عايز اغمق الظل اللي موجود عندي في الجنب ده فممكن اعمل دبل كيت لاير منها واغمقه بالشكل ده كده. وبرده ممكن اغمق الجزء اللي المفروض موجود هنا تحت العربيه عندي بالشكل ده كده. ممكن اعمل برضو من اللاير بتاعتها دبل، او حتى ممكن اخد منها كوبي واشيلها كده عشان انا كنت بوريك بس الظل يبقى تحت ازاي. هقف هنا كده بالابيض هظلل طبعا الاجزاء اللي هي موجوده هنا عشان قوه الظل اللي هتبقى موجوده عندي. برضو ممكن اوفر اول على كله اعمل لاير كبيره بالشكل ده كده اهو. شايفينها مرسومه ازاي؟ مرسومه بمنظور، ده اهم حاجه. واعمل لاير جديده خالص ماشي، كليك يمين اعمل فيزر واخلي مثلا فيزر على 5 وبالبراش كده اللون الاسود اظلم الاجزاء كده ممكن ابطط شويه الجزء ده بالشكل ده كده. واعمل لو عايز ان انا اقلل خالص بالطريقه دي، وممكن كنترول تي برضو واعمل برسبكتيف علشان اظبط البرسبكتيف بتاع الاضاءه اللي موجود عندي بحيث يبقى فيه تدريج في الاضاءه. وطبعا لو انت المنطقه اللي عندك دي حاده فتقدر انك برضو تنعم الحواف بتاعتها على حسب الطريقه اللي انت بتشتغل بيها، او كمان ممكن ان احنا نحاول ان احنا نفيدد الحاجات دي كلها بالبرش. طبعا موضوع الظل والنور ده محتاج ان انت تتدرب عليه وتشوف ريفرنس كتيره علشان تقدر بعد كده انك تظبطه، لكن ما ينفعش انك تعمل ظل كده عشوائي، لا لازم تهتم بتفاصيل التفصيله اللي موجوده تحت العربيه او تحت الكاوتش او حتى اللي موجوده في الجناب. نيجي عند الجزء الخاص بالاشخاص، ازاي بقدر ان انا اعمل له ظل. طيب هنفترض طبعا ان مصدر الاضاءه في ظهر العامل اللي موجود معانا هنا، فهنرسم الاضاءه كده بشكل بسيط. ده مصدر اضاءه جاي من الجزئيه دي مثلا كده، وطبعا علشان يكون واضح فهو الاضاءه بتاعته جايه على الشكل ده كله كده، بس طبعا جايه من ظهره. فكل الاجزاء اللي بتبقى موجوده هنا بتبقى واخده برضو لسعه اضاءه، وان شاء الله هنشرح الاضاءه بالتفصيل قوي في الدرس اللي جاي. كل الاجزاء طبعا اللي هتبقى هنا هتبقى مغمقه، فممكن نجيب الدبل اكسبوجر. طبعا الاضاءه هنا يبقى الظل كله هيتمثل في المنطقه اللي موجوده دي. طيب ازاي هيبقى كده؟ هناخد كوبي من العامل اللي موجود عندنا ده بالشكل ده كده وهنحوله خالص للون الاسود. هنختار اسود من هنا وندوس الت باك سبيس، فطبعا بيحول اللاير كلها، فهندوس الت شيفت باك سبيس فهيخليه للون الاسود بالشكل ده. وندوس كنترول تي وننيم الشخص ده بالطريقه دي كده، ونختار من الديستورد ان احنا نظبط الشادو بتاعنا كده، وطبعا نزود لان هو مصدر الاضاءه بعيد فلازم يبقى الطول بتاع العامل يكون مناسب مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونخليه تحت رجل بتاعته. وكنترول تي برضو والديستورت واظبط الجزئيه دي، او ممكن كمان بالورب اعدل على الاجزاء اللي احنا شايفينها دي كده. هحتاج طبعا اعمل لها ماسك والبرش، اكبر البرش بتاعتي واعلي
على الاسود واشيل طبعا الاجزاء اللي هتبقى ايه موجوده عندي بالشكل ده كده زياده. وطبعا الشادو مش هيبقى تقيل قوي كده، فهنحتاج ان احنا نخفف الشادو بتاعنا، نخليه مثلا بالطريقه دي، نخليه مثلا كده اللون بتاعه كده واقعي اكتر. وطبعا نقلل شويه اللي هو الجزء البعيد، فنجيب الفلو نخليه على 50 او حاجه و50، ونزود كده ونشيل منه حاجه بسيطه هنا، وممكن نزود اكتر. طبعا دي على حسب درجه التصميم وعلى حسب كمان الارضيه اللي هو هيبقى واقف عليها. احنا كده ما خلصناش، احنا لسه هنظبط التفاصيل بتاعتنا. هنختار تاني البراش تول بتاعتي ويندوز جيم، ونشيل كل الاجزاء اللي موجوده هنا كده. عايزين نعمل ظل للجزمه، بعمل لاير جديد بالراحه كده وبرسم طبقه من الظل، والفلو بتاعي يبقى 100%، لان هو بيبقى طبعا ايه واقف، ففي طبقه خط كده لازم يتعمل عشان يبين ان هو واقف على الارض. وحاجه بسيطه خالص بالبراش برضو اللي هي دي اللي احنا بططناها قبل كده، ونعمل حاجه بسيطه كده تحت الجزمه بتاعته عشان هي مرفوعه شويه من على الارض. طيب الجزء اللي عندي ده طبعا لازم يغمق اكتر من كده عشان خاطر هو لازق قوي في العامل اللي موجود عندي. فهعمل ايه في الباقي؟ هجيب البراش بتاعتي برضو وهقلل الفلو بتاعها، نخليه لدرجة 50 ونزود، نقلل كده، ونيجي هنا نزود الجزء اللي هو عند الرجل ده، ونقلل الجزء اللي موجود عندي هنا. بس طبعا ده قل مني كتير فهحتاج ان انا ازوده شوية، وممكن نقلله بالطريقة دي كده. طيب كمان هعمل ايه؟ من فلتر بلور هختار ان هو يبقى جاوجن بلور، يبقى اطرافه ناعمه وبس، طبعا ما تبقاش ناعمه قوي وما تبقاش طبعا حاده قوي، لان هو ايه يعني ده ظل، يعني حد قوي دي لو الاضاءه قوي جايه في ظهره بالظبط فممكن يبقى حاد معايا. فممكن نفيدد الموضوع بسنه كده بسيطه علشان يبان ان هو بلور. ونقف هنا كده نجيب البرش، طبعا نقف على الماسك وعلى اللون الاسود. طبعا انت معلش الخطوات ممكن تبقى تلخبطك في الاول، وبعد كده هتبدا انك تتعود عليها ان انت تقف على الماسك وتبدل. تمام. واحنا شرحنا الحاجات دي قبل كده في البيزكس، شرحناها كان في كورس كده كنت عامله اسمه كورس المحترفين، شرحت فيه برضو نقطة الظل بالتفصيل واتكلمت عن الاجزاء اللي موجودة دي. ممكن اعمل دوبليكيت لاير منها كده واقف هنا واشيل كل اللي عندي ده، عشان يبقى باين ان هو واقعي معايا. طبعا انت كل برضو ما تهتم بالتفصيلة دي كل ما الموضوع معاك هيبقى احسن بكتير. ممكن نعمل له ماسك ونشيل الجزئية دي كده، يعني بنسبة 80% احنا ظبطنا الشادو بتاعنا. فبرضو ممكن نظبط حتة اللي هي الواقعية، وحتة يعني عشان يبقى 100% لو هو موجود على ارضية بقى اسفلت او رملة، فبنظبط الموضوع بتاع الظل بتاعنا ده. طبعا اهم حاجة مصدر الضوء فين والظل جاي منين، فهو كده الظل جاي من قدامه. طبعا ما ننساش ان احنا بعد كده الشخص ده هيبقى واخد اكسبوجر في اماكن معينه، بس طبعا مبقاش ضلمه لان احنا بالنهار يعني ما ينفعش يبقى اسود كده خالص، لازم يعني نضلم اجزاء معينه في الكاركتر ونظهر اجزاء معينه. يعني مثلا الجزء اللي متصدر ده هيبقى واخد اللايتس الاكبر، والاجزاء اللي موجوده التانية دي هتبقى مثلا واخده ظل، بس طبعا ما يبقاش مضلم قوي، لا لازم طبعا يبقى واخد برضو زي تنت كده في حته الظل والنور. طيب نخش تاني على الشخص اللي موجود عندي ده. ازاي طيب اعمل اضاءة جانبية؟ احنا كده عملنا اللي هي كانت قدام، طيب ازاي اخليها مثلا لو عندي مصدر الاضاءة جاي من الجنب هنا وهو باصص بالجنب، فازاي نرمي الظل لورا؟ طبعا زي ما اتفقنا اول حاجة اعملها ان انا هاخد كوبي بكنترول جي، كاركتر اهو، الت شيفت ايه باك سبيس، بس نخلي اللون الاسود هو اللي فوق عشان نحوله باللون الاسود. نلف الشخص ده بالطريقة دي كده، الديسترد
بتاعتي عشان هي اللي ايه تعمل البرسبكتيف معايا بالشكل اللي احنا عايزين نعمله. انا مثلا عايز لو عايزه مثلا يكون بالشكل ده كده زي ما ايه ما عملنا في العامل اللي اشتغلنا عليه. انت شوف بقى حابب تعمل الظل بتاعك فين، حابب تخليه ورا، حابب تخليه بالشكل ده كده، مفيش اي مشكلة خالص. بنخليه ورا الكاركتر وبنمسح طبعا الاجزاء اللي هي ملهاش لازمة اللي هي اللي قدام دي. فنعمل ماسك والبراش بتاعتي الفلو اخليه 100، اشيل كل الاجزاء اللي هي قدامي دي كده واخليها على البراش اللي هي الفيدد دي، واظبط من هنا الجزء ده كده، ومن هنا فلتر بلور نعمل له جاوجن بلور عشان ننعم الحواف بتاعته عشان ما يبقاش شارب قوي. وطبعا لازم ان انا ارسم الظل عندي بالشكل ده اللي هو بتاع الجزمة، فبعمل لاير جديدة بقلل خالص البراش بتاعتي كده واخلي الفلو 100، طبعا بتقل بالدال والجيم، وبرسم كده زي ايه زي ظل بسيط خالص للجزمة اللي موجودة هنا. طبعا هي بس عشان مش مقصوصة حلو فمش باينة معاكوا قوي. ممكن برضو لو انا عايز اقلل من هنا اقلل، بس طبعا لازم يبقى النقطة دي اغمق حاجة، وبعد كده من البرش بظبط الفلو بتاعي على حسب طبعا زي ما اتفقنا حتة التصميم بتاعك عامل ازاي، او حتى الارضية بتاعتك عاملة ازاي، لان دي بتفرق ان هو مثلا واقف على رملة، واقف على اسفلت، تمام، واقف على يعني ايا كان الخامة اللي هو واقف عليها او المكان. ده كان شرح تفصيلي للظل. يعني ان شاء الله الدرس اللي جاي هنشرح تفصيلة النور وازاي بقدر ان انا اعمل لسعات الاضاءة. الدرس طويل بس مليان كمية معلومات، ذاكروا الدرس ده كويس جدا لان الدرس ده هيفيدكوا كتير قوي وانت شغال في اي فيجوال بعد كده، وكمان هترتاح بعدين لو فهمت الظل والاضاءة في التصميم بتاعك. اتمنى تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة، واشوفكم في درس جديد. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تركية حابين نشرحها اكتبونا في كومنت.